نحن نعيش في منطقة فيها قلاقل رهيبة جدا، وأمننا القومي دائما مهدد ومن كل اتجاه. عشان كده لازم نبقى صحيين، عشان كده لازم نبني قواتنا المسلحة، لازم نكون على وعي، لازم الشعب يبقى مدرك ان السلام هدف قومي استراتيجي لازم نحافظ عليه، انما لابد ان يكون محمي بقوة قوية تحميه. عشان كده في تهديد، وهذا التهديد لابد ان احنا نكون واعيين له ونكون صحيين له. لما تبقى قاعد انت في مكان وتبص حواليك تلاقي القوة العسكرية من حولك تنمو بسرعة كبيرة جدا، ما تقلقش، لازم يبقى في قلق. القلق يؤدي الى ايه؟ انا لازم اكون قوي عشان ما اخليش حد يبقى اقوى مني، يوم لو في مشكلة بينه وبينه يوم يلجأ الى القوة العسكرية حلها، زي ما قلت لسيادتك ان الضعف هو دعوة للعدوان. عشان كده احنا بنقول القوة المسلحة المصرية يجب ان تكون قوة ردع لمنع العدوان عن مصر وحماية مصر وحماية مقدسات هذا الشعب وسلامة أراضيه.